ولد التوأم جيم لويس وجيمس برينغر في عام 1940. بعد ما اتولدوا تخلت عنهم والدتهم وعرضتهم للتبني، وبعد ما اتولدوا ب4 أسابيع اتبنت كل واحد منهم عائلة مختلفة عن التاني تماما، وعاشوا سنوات طويلة وكل واحد منهم ما كانش يعرف انه له أخ توأم لحد لما تم جمع شملهم وهم عندهم 39 سنة. ولما اتقابلوا اكتشفوا ان بتجمعهم مصادفات غريبة ومثيرة. أول المصادفات دي ان الاتنين العائلات اللي اتبنتهم اطلقوا عليهم اسم جيم، والاتنين بيشتغلوا في مجال الشرطة، والاتنين عندهم هواية في مجال النجارة. لا كمان والمثير للدهشة ان الاتنين تزوجوا من سيدة اسمها ليندا، ثم الاتنين انفصلوا عن زوجاتهم وتزوجوا بسيدة تانية اسمها بيتي، وكل منهم عنده ولد واحد واسمه جيمس ألان، وكمان الاتنين عندهم كلب واسمه توي. الكاتب الأمريكي الشهير مارك توين اتولد في عام 1835، وفي العام ده تصادف مرور مذنب بيطلق عليه اسم مذنب هالي بجوار كوكب الأرض، وده حدث كوني نادر بيحصل كل 75 أو 76 عام. مارك توين اهتم جدا بالمذنب وتوقع ان وفاته هتكون في المرة القادمة اللي هيمر فيها المذنب بجوار كوكب الأرض، وبالفعل وفي عام 1910 توفى مارك توين بعد يوم واحد بس من مرور مذنب هالي بجوار كوكب الأرض. في إيطاليا في أوائل القرن العشرين كان في ملك اسمه الملك إمبرتو الأول. الملك ده حب إنه يروح يتغدى في أحد المطاعم مع معاون ليه اسمه الجنرال إيميليو، وطبعا بما إنه الملك فصاحب المطعم جاب نفسه علشان يقدم لهم الطلبات. لاحظ الملك وجود شبه غريب بينه وبين صاحب المطعم في الشكل وفي الهيئة، فطلب منه الجلوس وفضلوا يتكلموا مع بعض شوية. وفي نهاية المحادثة اكتشف الاتنين انهم بتجمعهم صفات مشتركة كتير قد تكون مستحيلة. اولها انهم اتولدوا في نفس اليوم وفي نفس السنة، اتولدوا في 14 مارس من عام 1844، وكمان هما الاتنين من نفس المدينة، وصاحب المطعم فتح مطعمه في نفس اليوم اللي الملك تولى فيه الحكم في 29 يوليو من عام 1900. لا وكمان الملك متزوج وزوجته اسمها مارجريتا، وصاحب المطعم كمان زوجته اسمها مارجريتا. والمصادفة الغريبة والمرعبة اللي حصلت لهم ان الملك تم قتله في نفس اليوم اللي اتقتل فيه صاحب المطعم. سوتومو ياماجوتشي كان مهندس بيشتغل في أحد الشركات في مدينة ناجازاكي. الشركة بتاعته كلفته برحلة عمل لمدينة هيروشيما اليابانية، وفي 6 أغسطس من عام 1945 كان آخر يوم ليه في الرحلة، ومن المفترض إنه بيجهز علشان يرجع مدينته الأصلية اللي هي ناجازاكي، لحد ما طائرة تابعة لأمريكا رمت قنبلة نووية على مدينة هيروشيما حولت المدينة لكتلة من النار. سوتومو كان على بعد 2 ميل من موقع انفجار القنبلة. سوتومو بيقول إن النار كانت حواليه من كل حتة، وكان مصاب بجروح خطيرة في كل أنحاء جسمه. قضى اليوم ده في أحد الملاجئ، وتاني يوم سافر لمدينته اللي هي ناجازاكي علشان يطمن على عيلته. قضى اليوم مع أسرته، وتاني يوم رجع على شغله على الرغم من إصابته الخطيرة. أول ما وصل مكتبه قدم تقرير للمدير عن كل اللي حصل في مدينة هيروشيما. كان واقف وسط زمايله وبيحكي لهم عن الانفجار الضخم اللي سببته القنبلة، وفجأة أمريكا رمت قنبلة تانية على مدينة ناجازاكي. الانفجار كان شديد جدا، وتسوتومو وزمايله وقعوا على الأرض ووقعت كل شبابيك المكتب حواليهم. سوتومو جري بسرعة على بيته علشان يطمن على زوجته وابنه. أول ما وصل لبيته جاتله صدمة شديدة لأن بيته كانت هد من شدة الانفجار، بس لحسن حظه إن زوجته كانت أخدت ابنه ونزلت علشان تشتري له بعض الأدوية والمراهم علشان تعالجه. ولما حصل الانفجار اختبأوا في أحد الملاجئ ولم يصابوا بأي سوء. في عام 2007 سافر شخص اسمه مايكل للمملكة المتحدة علشان يدور على بنته المفقودة هناك، واللي فقد الاتصال بيها لمدة تزيد عن 10 سنوات بعد انفصاله عن زوجته الأولى. ما كانش عنده أي معلومات عن بنته غير اسمها والمدينة اللي هي موجودة فيها، وبالفعل سافر الشخص ده للمدينة هو وبنتين تانيين ليه. فضلوا يدوروا عليها بس للأسف ما وصلوش لأي حاجة، فراح للجريدة المحلية وطلب منهم انهم ينشروا اعلان يدور فيه عن بنته، وبالفعل وافقوا وبعتوله المصور الخاص بالجريدة. المصور اخد له صورة مع بناته الاتنين وهم واقفين في احد شوارع المدينة، والصورة بالفعل نزلت مع الاعلان، والبنت المفقودة قدرت انها تتعرف على والدها. والصدفة الغريبة في الحكاية دي ان البنت المفقودة واللي كان اسمها ليزا كانت موجودة هي ووالدتها في نفس الصورة اللي اتاخدت للاعلان.
في عام 1893 في ولاية تكساس الأمريكية قرر رجل اسمه هنري زيجلاند إنه يفارق حبيبته من بعد عمر طويل جمعهم مع بعض، وللأسف البنت دي بعد الانفصال أصابها اكتئاب شديد وانتحرت. ولما أخو البنت عرف باللي حصل لأخته قرر إنه هينتقم من هنري وهيقتله زي ما تسبب في موت أخته. أخد مسدسه وراح على بيت هنري وأطلق عليه الرصاص وهرب بسرعة، بس لحسن حظ هنري إن الرصاصة ما أصابتهوش وجت في الشجرة اللي كانت وراه مباشرة. وبعد 20 سنة حب هنري إنه يقطع الشجرة عن طريق تفجيرها لأنها كانت ضخمة جدا، والصدفة العجيبة إن الرصاصة خرجت من الشجرة واخترقت رأس هنري مباشرة وقتلته في الحال. الممرضة والمضيفة فيوليت جيسوب، واللي حصلت على لقب السيدة الغير قابلة للغرق، وده نظرا لنجاتها من عدد من حوادث السفن الخطيرة. في عام 1910 بدأت فيوليت العمل كمضيفة لسفينة أولمبية اسمها HMS أولمبيك، والسفينة دي كانت أكبر سفينة مدنية في الوقت ده. وفي يوم 20 سبتمبر من عام 1911 غادرت السفينة الأولمبية من ميناء ساوث هامبتون واصطدمت بالسفينة الحربية البريطانية HMS هوك، وبالرغم من الأضرار الخطيرة اللي حصلت في السفينة إلا إن السفينة ما غرقتش وقدرت إنها ترجع للميناء. وفي يوم 10 إبريل من عام 1912 فيوليت كانت بتشتغل مضيفة على متن سفينة تايتانيك المشهورة، وبعد 4 أيام من الإقلاع السفينة تايتانيك اصطدمت بجبل جليدي وغرقت بعد ساعتين بس من الاصطدام. وعلى الرغم من الكوارث البشرية اللي حصلت نتيجة غرق السفينة إلا إن فيوليت قدرت إنها تأمن لنفسها مكان على أحد قوارب النجاة، وفي صباح اليوم التالي تم إنقاذها هي وبقية الناجين. وفي خلال الحرب العالمية الأولى عملت فيوليت كمضيفة للصليب الأحمر البريطاني. وفي يوم 21 نوفمبر من عام 1816 كانت فيوليت على متن سفينة HMHS بريتانيك، والسفينة دي اصطدمت بلغم بحري وغرقت السفينة في خلال ساعة، بس فيوليت قدرت كمان مرة إنها تنجو وتأمن لنفسها مكان على أحد قوارب النجاة. وعلى الرغم من كل الحوادث اللي حصلت معاها إلا إنها فضلت مكملة في شغلها. هتخاف من إيه؟ ما خلاص ما هي بقت خبرة. بس أكيد باقي الناس اللي كانوا بيركبوا معاها الرحلات دي كانوا بيبقوا خايفين طول الرحلة وحاطين إيدهم على قلبهم. راكب الدراجات الهولندي مارتن دي يونغ اكتسب شهرة واهتمام عالمي كبير جدا، مش علشان إنجازاته الرياضية ولكن لحظه المذهل في تجنبه لحادثتين للطيارات كان من المفترض إنه يكون من ضمن ركابهم. المرة الأولى كانت في مارس 2014. مارتن كان هيسافر تايوان علشان يشترك في أحد السباقات هناك. حجز تذكرة طيران ضمن رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370، والرحلة دي اختفت بدون أي أثر فوق المحيط الهندي، ولحسن حظه قرر إنه يستبدل الرحلة دي برحلة تانية غادرت قبل الرحلة دي بساعات قليلة. وبعد الواقعة دي ب4 شهور وتحديدا في يوليو 2014 مارتن كان حاجز تذكرة على رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17، والرحلة دي تم سقوطها فوق شرق أوكرانيا وتم وفاة جميع من كانوا على متن الرحلة، واللي كان عددهم 298 شخص. مارتن بعد ما حجز تذكرة على الرحلة دي قرر انه يرجعها ويحجز على رحلة تانية كانت ارخص من الرحلة دي علشان يوفر فلوسه. غالبا مارتن ما كانش بيخرج من البيت غير بعد ما بياخد رضا والده ووالدته. المفروض بقى كل الناس تعمل زي مارتن. في عام 1838 كاتب أمريكي شهير اسمه أدجار ألين بو كتب رواية بتدور أحداثها حوالين تحطم سفينة اسمها جرامبوس بسبب عاصفة شديدة في عرض المحيط، واللي بسببها السفينة غرقت بالركاب. 4 من ركاب السفينة قدروا إنهم ينجوا من الغرق ويركبوا قارب النجاة، وبسبب الجوع الشديد اضطروا إنهم يعملوا قرعة علشان يختاروا واحد يقتلوه وياكلوا لحمه علشان يقدر الباقيين يفضلوا على قيد الحياة. وللأسف القرعة اختارت أصغر فرد فيهم وكان اسمه ريتشارد باركر، وبالفعل قتلوه وأكلوا لحمه. وبعد 46 سنة من نشر الرواية وتحديدا في عام 1884 كان في سفينة صغيرة متجهة من انجلترا لأستراليا حصل فيها تلف شديد. السفينة غرقت في المحيط ونجا منها 4 من الركاب اللي ركبوا في قارب النجاة، وكانوا على بعد أكتر من 1126 كيلو متر من اليابسة وكانوا بدون أي مصدر للأكل. قرر 3 منهم إنهم يقتلوا الشخص الرابع واللي كان أصغر منهم في السن علشان ياكلوا لحمه. والمصادفة الغريبة والمذهلة إن الشخص ده كمان كان اسمه ريتشارد باركر وكان عنده 16 سنة. في عام 1918 الضابط البريطاني والتر سامرفورد كان موجود في أحد معارك الحرب العالمية الأولى، واللي سوء حظه ضربته صاعقة من البرق ووقعته من على ظهر حصانه وتسببت له في شلل في الجزء السفلي من جسمه.
وبعدها تقاعد وعاش حياة مدنية. ولكن في عام 1924 وأثناء صيده للسمك ضربته صاعقة تانية من البرق، وتسببت له في شلل في الجزء اليمين من جسمه. فضل يتعالج لمدة سنتين لحد ما تعافى تماما. ولكن في عام 1930 ضربوا البرق للمرة الثالثة أثناء جلوسه في أحد الحدائق العامة. الضربة كانت شديدة وتسببت له بشلل في جسمه بالكامل. فضل يعاني من مضاعفات الضربة دي لمدة سنتين، بعدها توفى. هو خلاص توفى واندفن، بس الصواعق رفضت إنها تسيبه في حاله. وبعد 4 سنين من وفاته صاعقة ضربت قبره ودمرت القبر بالكامل.